ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه التحضير ديال بيتزا مثل المطاعم، كتجي فعلا رائعه ولذيذه بزاف. يعني السر نجاح ديال البيتزا كاين في هذا الفيديو هذا. يعني كتجي العجينه رطبه وكتجي فعلا مثل المطاعم. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وكما العاده خوتي، الا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تبخلوش علينا بواحد جيم الفيديو، اشتركوا في القناه بكثره باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. ما تنساوش تبارطاجيو الحلقه مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. ودابا على بركه الله غادي نخليكم على مقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال العجينه غادي نحتاجو على بركه الله معلقه كبيره من الخميره الفوريه او الخميره ديال العجينه بحال بحال. عندي شويه ديال الزعتر، عندي كذلك شويه ديال الملحه، عندي شويه ديال زيت الزيتون، عندي كذلك الماء دافي باش غادي نعجنو، و500 غرام ديال الدقيق. فهادو هما المقادير الاساسيين ديال البيتزا. يعني ماشي الحليب وما عرفتش داك العجب ودانون وما عرفتش داكشي. هذه هي العجينه الاصليه ديال البيتزا، ما كنديروا فيها لا بيض لا والو. كناخذوا 500 غرام ديال الدقيق الفورس، كنديروا فيه شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال خميره العجينه، كنديروا شويه ديال الزعتر، قيمه واحد المعلقه كبيره، نص كاس ديال العنبه ديال زيت الزيتون بهذا الشكل هذا، نص كاس ديال العنبه. وغادي نضيفوا الماء باش غادي نعجنوا. الماء بطبيعه الحال يكون دافي، غادي نبدا نعجنها مزيان. هانتوما كما كتشوفوا ضروري خاصها تعجن وتدلك مزيان. بعد ما كندلكوا العجينه ديالنا مزيان كناخذوا شي اناء عميق، كندهنوه بشويه ديال زيت الزيتون، كناخذوا ديك العجينه كنحطوها فيه وكنديروا لها شويه زيت الزيتون من الفوق، وكنغطيوها وكنخليوها تخمر لمده 10 دقائق ونرجعوا نكملوا طريقه التحضير ديالها. ضروري تخمر، الا ما خمراتش غادي تجيكم البيتزا ديالكم قاصحه، الا خمرات راه كتجي رطبه. فهذا هو السر الاول باش تنجح لكم البيتزا. كناخذوا شويه ديال السميده رقيقه باش كتجينا ديك لاباط يعني مكرمله، ما كتجيناش محروقه بالدقيق. بالاحسن كنستعملوا السميده الرقيقه. كناخذوا السميده الرقيقه كنرشوها فوق سطح العمل بهذا الشكل هذا، يعني داك الهواء اللي كيكون وسط العجينه ديالنا يعني كنحيدوه بهذا الشكل هذا. كنجمعوا العجينه كنعاودوا نرشوا السميده ديالنا بهذا الشكل هذا، وكنعاودوا نطلقوها بالمدلك مزيان حتى كتطلق وكتولي رقيقه بهذا الشكل هذا. نتوما كما كتشوفوا بعد ما كنطلقوها كنجيبوا شي طبسيل باش كنعبروا عليه يعني الحجم اللي بغينا ديال البيتزات. كنجيبوا شي طبسيل وكنقطعوا بهذا الشكل هذا الجوانب باش كتجينا الدائره مقاده. يعني ديك الساعه كنهزوها كنلوحوها في مقله تكون ثقيله بهذا الشكل هذا. نتوما كما كتشوفوا كنقادوا الشكل ديالها. كناخذوا شي فرشيط وكنثقبوها بهذا الشكل هذا، ولا كنتكوها مزيان باش ما تنفخش لينا ملي تكون كطيب وتجينا بحال البطبوط. كنبقاو نقلبوها من حين الى اخر، يعني من الجهه ما خاصهاش تحمر لان باقا كتكمل الطياب ديالها في الفران اولا في المقلانيت، لذلك ما خاصهاش تحمر، غير تشمع صافي وكنحيدوها. يعني راه كنحسوا بها شدات في راسها، يعني كتدي معكم ديك 6 دقائق تقريبا على عافيه مهيله. كنحيدوها كنعاودو نقطعوا الدائره الاخرى بهذا الشكل هذا وكنعاودو ننزلوها طيب. فبالنسبه للناس اللي بغاو يحتفظوا به في المجمد، نعم ممكن تحتفظوا بلا باط ولكن تكون طايبه نص طيبه، ما تكونش خضره، تكون طايبه نص طيبه. يعني كنطيبوها لمده 5 دقائق صافي. كنغلفوها بالسلوفان وكنحطوها في كونجيلاتور. ملي كدور لينا البيتزا في راسنا كنجبدوها كنعمروها بداكشي اللي بغينا وكنخشيوها ديريكتومون في الفران وهي جامده. راه كتجي رائعه بزاف وكتجي يعني كنربحوا الوقت، ما كنبقاوش نعاود نعجنوا وعاود نعاود نخلطوا وعاود نعاود نطيبوا. بالنسبه لداكشي اللي بقى من العجين كنعاودوا نجمعوه. انا غنشكل منه يعني قوالب بيتزا فرديين بهذا الشكل هذا. كنعاودوا نطلقوه حتى هو بالسميده وكنشكلوا. كنجيبوا شي مول يكون دائري كنقطعوا به العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا وكنطيبوهم في مقله حتى هما بهذا الشكل هذا حتى كياخذوا اللون، يعني حتى كيتشمعوا كيبداو غير يحمروا كنحيدوهم. بنفس الطريقه حتى هما الا بغينا نحتفظوا بهم كنديروهم في شي بلاستيك اولا سلوفان. كنديروهم في السلوفان بهذا الشكل هذا وكنحطوهم في شي علبه تكون محكمه الغلق. كنحطوهم في المجمد وقت ما كنبغيوهم كنجبدوهم وكنستعملوهم وكيكونوا هما طايبين نص طيبه، يعني غير كيكملوا الطياب ديالهم وكنخرجوهم. بالنسبه للحشوه ديال البيتزا غادي نحتاج 250 غرام ديال الكفته، موتزاريلا، زيتون اسود، فلفله خضراء مقطعه شرائح، الفطر، صلصه الطماطم والملحه والبزار ولاباط اللي سبق لي وحضرتها معكم.
هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. كنجيبو شي طاوه كنحطو فيها ديك لاباط ديالنا، كنجيبو لاصوص. بالنسبه لاصوص طوماط يمكن لكم تصايبوها في الدار اولا تشريوها اولا تاخدو غير مطيشه الحك اللي هي مركز الطماطم، كتخففوه بشويه ديال الماء وكتنسمو باش ما بغيتو كديروه يغلى وكتستعملوه. هو كيجي شويه اقتصادي وسريع. بعد ما كنديرو لاصوص كنديرو شويه ديال الفرماج بهذا الشكل هذا. كنديرو فرماج موتزاريلا، شويه ديال الفطر بهذا الشكل هذا. فبالنسبه للفطر كيكون اختياري، الناس اللي ما عندهمش الفرماج الاحمر يمكن لهم يستعملوا، اللي ما عندهمش عفوا الموتزاريلا يمكن لهم يستعملوا الفرماج الاحمر، ما كاين حتى مشكل. كناخذ ديك الكفته بهذا الشكل هذا وكندير منها بحال الشكل ديال كويرات صغار، كنثبتهم فوق البيتزا بهذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفوا. فراه الطريقه سهله وسريعه، يعني ما كتطلبش واحد الجهد كبير وكتجينا فعلا نتيجه مذهله. صافي غادي نديرو بعد ما كنديرو الكفته بهذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفوا. يمكن لكم تستعملوا فواكه البحر، يمكن لكم تستعملوا يمكن لكم تستعملوا يعني اللي بغيتو. طون حتى هو كيجي رائع، داكشي كيبقى على حسب الاختيار. كنديروا شويه ديال الموتزاريلا بهذا الشكل هذا من فوق الكفته نتوما كما كتشوفوا. راه الطريقه سهله وفعلا كتعطي واحد البيتزا ما نعاودش لكم بحال كليناها في الزنقه. يعني الا بغيتو تحترفوا البيتزا جربوا الوصفه ديالو وردوا عليا الخبر. كناخذوا زيتون اسود بهذا الشكل هذا كنديروه من الفوق، يعني على حسب عدد ديال القطع اللي غادي نقطع هاد البيتزا هادي زعما كما كتشوفوا تقريبا على 6. كنديروا شويه ديال الفلفله خضراء انا مقطعه غير تزيين وصافي باش كنحصلوا على تزيين رائع صافي. ودابا على بركه الله بالنسبه للبيتزا الصغار حتى هما كنديروا فيهم شويه ديال لاصوص حتى هما بنفس الطريقه، شويه ديال الفرomاج، شويه ديال الكفته، شويه ديال الفطر. كناخذ شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه كنرشها من الفوق باش ما تجيناش مسوسه، مع العلم ان الكفته فيها شويه ديال الملحه ولكن انا كنزيد شويه في الاخر شويه ما نكثروش باش ما تجيناش مالحه صافي. وكندخلوها للفران، الفران يكون مسخن على درجه حراره 200. كنحسبوا لها ربع ساعه ولكن ما كنشعلوش عليها الفوق، كنشعلوا لها غير لتحت، غير داك الفرماج كيذوب. وكنحسبوا لها 30 ثانيه في الفوق، 30 ثانيه وكنحيدوها، لان الا دزنا دقيقه داك الموتزاريلا كيتحرق وكيطلق شي حاجه بحال الزيت ما كيبقاش كيتجبد. هانتوما كما كتشوفوا الشكل ديالها ملي كنخرجوها من الفران مجرد داك الموتزاريلا كيذوب وكيتشمع كنخرجوه بهذا الشكل هذا وكتجي فعلا رائعه ولذيذه بزاف. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وكما العاده خوتي الا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنسوش ديروا جيم من الفيديو وتشتركوا في القناه. وشكر خاص بزاف لجميع المتتبعين اللي كيكتبوا لي التعليقات ديالهم، شكرا لكم بزاف وكنتمنى لكم امسيه سعيده الى حلقه مقبله بحول الله.